السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وياريت تدوسولي لايك وتشتركوا في القناة لو مكنتوش لسه اشتركتوا عشان يوصلكم كل فيديو جديد. عارفة ان انا اتأخرت عليكم شوية بس معلش غصب عني والله، عندي شوية ضغوطات ولعبكة شوية كده. معلش النهاردة هوريكم ازاي انا لما بكون طالعة من موسم الشتاء بستقبل الصيف، وازاي بستقبل الشتاء لو انا داخلة عليه. بالنسبة للهدوم خلاص، احنا يعتبر بقينا في الصيف والكل لبس صيفي. فالفيديو ده انا كنت مصوراه وانا بطلع اللبس الصيفي بتاع كوكي. طلعت لبسها كله يعتبر، طبعا انا وريتهولكم في فيديو قبل كده، كل يروح يشوف الفيديو. لبسها الصيفي كله خروج وبيتي، وحتى لبسها في الشقة واللبس اللي بتنام بيه وهكذا. انا بكون محتفظة باللبس في كرتونة في اكياس، حافظة كده اللي هي اكياس شئن، برضو وريتها لكم. انا هنا زي ما انتوا شايفين بفرز اللبس، بشوف اللبس ده بتاع السنة اللي فاتت، فبشوف ايه اللي هيكون، ايه اللي هيلبسها، ايه اللي ممكن يلبسها السنة دي، وايه اللي مش هيلبسها، ايه اللي هيكون صغير، وايه اللي ينفع تلبسه وايه اللي مينفعش تلبسه. زي ما انتوا شايفين كده بفرزه. واللبس اللي انا بحطه في الطبق ده لبسها لما كانت مولودة، السلوبتات بقى والبيجامات والحاجات دي لما كانت لسه بيبي. تمام. وبرضو اللبس الصيفي اللي هيتعاد، فانا خدتهم برضو وطلعتهم من اكياسهم وكده علشان برضو ان انا اغسلهم واعطرهم. ما مش معنى ان احنا خلاص معناش هنلبس الحاجة دي ان احنا نرميها او نعينها وننساها وهكذا. لا، انا بطلعهم ان انا اغسلهم واعطرهم وارجع تاني ان انا احطهم مكانهم، لان انا بحب احتفظ بحاجة بنتي وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده. طبعا جبتهم وحطيتهم في الغسالة وحطيت لهم المسحوق والمعطر، وهسيبهم ياخدوا الدورة بتاعتهم عادي خالص لحد ما يبقوا كويسين، لحد ما يتغسلوا يعني ويتعصروا وهكذا. وهنا برضو جيت بقى، ده اللبس بقى اللي هي هتلبسه. انا كنت قلتلكم قبل كده ان الفساتين دي مش هتبقى على قدها، انا قيستلها اللبس ده كله حلو مظبوط عليها الى حد ما، ينفع ان هي تلبسه وتهري فيه اول شويه في الصيف، بالاخص ان لبس كوكي كله جديد ما لبستوش كتير. عندها لبس صيفي كتير قوي، فكل لبسها يعتبر كل طقم لبسته 3 4 5 مرات بالكتير يعني، فاللبس كله يعتبر جديد ما اتحلكش قوي. فخساره، فبصراحه انا اتبسطت جدا 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 لما لقيته جاي على قدها. ودي الحاجات بقى، ده لبس الخروج بتاعها. السلوبيتا دي كانت بتاعت السنه اللي فاتت، السلوبيتا دي ما لبستهاش خالص لسه جديده، والسلوبيتا البيضه والفستان ده برضو، وكان في طقم برمودا وتيشيرت كده اخويا كان جايبهولها زي ما انتوا شايفين كده. برضو هروح هنا كانت دورة الغسيل الهدوم التانية اللي هتتعان، يعني هدوم وهي بيبي، حتى الهدوم الصيفي برضو اتغسلت وخلصت وانا طلعتهم علشان خاطر انشرهم. وهحط الدور التاني عادي خالص برضو زي ما انتوا شايفين كده، بياخد دورته برضو، وهطلعهم وانشرهم وهرصهم في الدولاب برضو. كل ده معاكم في الفيديو. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الدورة، وبرضه هحط المسحوق والمعطر. تمام. وهقوم جايه قافله عليها عادي خالص، وهروح بقى ان انا انشر الدور اللي انا طلعته اللبس اللي هو المفروض هيتعاد. السلوبتات دي انا كنت قيستها لها، بعد كده بعد ما غسلتهم كده لقيتهم على قدها ومظبوطين عليها، يعني هم لان هم السنه اللي فاتت كانوا كبار عليها، بالاخص ان كوكي الا اصلا، يعني كوكي ضعيفه خالص. تمام. زي ما انتوا شايفين كده الوقت ده كنا حوالي العصر، فانا كنت بنشر في الوقت ده. انا بلكونتي طلع على الاراضي الزراعيه، بس في الوقت ده طبعا ما كانش لسه، اللي كانت الارض المحصول بيطلع منها فكانت ايه، طوب طينه. تمام. هبوريكم بقى المنظر لما يزرعوا بقى وكده، والمنظر الخضار بيبقى المنظر جامد حلو جدا جدا، منظر كده يرد الروح. بالاخص كمان ان انا هعمل معاكم فيديو للبلكونه وهنضفها وهظبطها وهفرشها معاكم واخليها احلى بلكونه خالص. تمام. هنا انا بقى بنشر الغسيل زي ما انتوا شايفين كده، هي طبعا القطع صغيره فكل قطعه بمشبك. تمام. و
برضو هجيب اللبس بتاعها زي ما انتوا شايفين. ده برضو ده كانت الهدوم كلها اتغسلت، الدور الاولاني والدور التاني برضو بنشرهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو انا حبيت ان انا اعمل الفيديو كله مفسر، برضو سبتهم لحد ما نشفوا وخلصوا في اليوم ده. وتاني يوم لميتهم وزي ما انتوا شايفين معايا كده بقى ايه، جبت الشماعات بتاعت كوكي بتاعت لبسها، يعني الشماعات الصغيرة، وبدأت ان انا اعلق عليها ايه لبسها. اولا انا الشماعات بتاعت كوكي انا كنت شاريه لها دستين شماعات قبل الولاده، كنت انا حامل فيها فلقيت شماعات صغيره فاشتريتهم لها. تمام. وجيت وكان معظم البيجامات والسلوبيتات بتاعتها بتيجي على شماعات، انا ما كنتش برمي الشماعات دي خالص، بقى محتفظه بالشماعات كلها، نفعيني جدا ولدرجه ان انا كمان محتاجه لها شماعات، يعني انا محتاجه لها كمان دستة او دستتين شماعات علشان خاطر هدومها اعلقهم عليها وكده. تمام. زي ما انتوا شايفين هبدأ بقى ان انا اعمل الفساتين بتاعتها ولطقم الخروج بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده مع بعض. وبرضو هبدأ ان انا اعلق البيجامات بتاعتها، حتى كمان في شماعات اللي هي ايه، الشماعات اللي بتكون شماعة ونازل منها شماعة ايه، بنطلون شورت زي دي كده. تمام. فبرضو علقت فيها البيجامات اللي هي الشورت. انا لبس كوكو كله الصيفي فساتين، برمودات، هوت شورت، الحاجات دي يعتبر ما عندهاش بناطيل خالص، مش عارفه ليه، يعني انا لما روحت جبت لها مش عارفه ما جبتلهاش بناطيل ليه، مش عارفه برضو. حتى انا بقول يعني كله كده هيكون شراط وبلوزات وكده وسلوبيتات بقى وحاجات من دي. زي ما انتوا شايفين انا وريت لكم اللبس كله في فيديو قبل كده، روحوا شوفوه وما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو اللي فات، وكمان تدوسوا لايك للفيديو ده عشان خاطر استمر معاكم. وياريت كومنتات حلوه كده تشجعني، واتمنى ان الفيديو يعجبكم. علشان خاطر بصراحه يعني ايه، في فيديوهات كتير اوي عايزه اعملها معاكم، بس المشكله ان مفيش تشجيع. انا هستمر وهشوف ان شاء الله ربنا يرزقني ويزيد الاشتراكات في القناة واللايكات. هو اللايك هو مش هيخسرك حاجة، انتي هتدوسي لايك وخلاص على الفيديو ده علشان خاطر يتسرع. على فكرة ببذل فيه مجهود كبير جدا جدا جدا. هنرجع للفيديو بتاعنا ده بقى. الفستان بتاعها، الفستان ده انا كنت طالبالها من شيء ان السنة اللي فاتت وما لبستهوش لان كنت طالبه اصلا مقاس كبير، وشكلها اصلا مش هتلبسه السنة دي لانه كبير. تمام. هنا بقى انا شلت البيجامات بتاعتها كلها زي ما انتوا شايفين كده. ده فستان السبوع بتاعها وده فستان عيد ميلادها، ممكن تكونوا شفتوه في الفيديو، برضو فيديوهات عيد ميلادها كلها موجودة على القناة، روحوا شوفوها. وده اللبس الخريفي بتاعها برضو انا برجعه لورا كده، الفساتين الخريفي وطقم العيد بتاعها برضو موجود الفيديو بتاعه على القناة، روحوا شوفوه. وهنا بقى انا بدأت احط البرمودات والبيجامات واللبس البيتي في الاول، وبعدين الفساتين بقى واللبس الخروج وكده زي ما انتوا شايفين معايا واحده واحده كده. برضو الترتيب حلو والنظام حلو. وانا بصراحه لما ولدت كوكي انا عملت لها ضلفه كامله ليها علشان خاطر ايه تبقى هدومها موجوده. حتى كمان انا خدت لها رفين من الدولاب كمان حطيت لها فيها لعبها يعني. تمام. يعني انا خدت الضلفه دي، ضلفه الشماعه دي، وزودت لها فيها رفف، عملت فيها ارفف. تمام. هتشوفوا معايا اهو. وده طقم منظمات كده انا كنت طالبه لها. انا في المنظمات الصغيره ديت المنظم في منظم متقسم لخانتين، عرضه يعني متقسم لخانتين، ده هحط لها فيها سلوبيتات كده جايباها لها بنيمها فيها زي ما وريتها لكم. والسلوبيتات اللي هي القط، السلوبيتات الداخليه يعني هحطها في ايه، في البوكس ده. هو كده 10 خانات بطبقهم بالشكل ده واعملهم زي رول كده، وبقوم جايه ايه حطهم فيه. المنظم ده حلو جدا جدا جدا، هو بلاستيك وخامة البلاستيك بتاعته نظيفة جدا جدا وممتازة جدا جدا. حتى كمان المنظم اللي هو 3 قطع، منظم متقسم عرضه ل3 خانات، وواحد متقسم عرضه لخانتين، وواحد مش متقسم خالص، علبة كاملة كده. فاللي متقسم لخانتين ده بحط فيها السلوبيتات الداخلية بتاعتها،
اللي متقسم ل3 خانات ده بحط فيه بقى عندها برضو فلينات كده قط حطاهم فيها، حطالها فيها الكولونات بتاعتها الكولونات بتاعتها كلها، وفي كمان الشرابات بتاعتها كدا، الأحزمه بتاعة الفساتين بتاعتها برضو بحطهالها فيها. بصراحه حلوه جدا زي ما انتوا شايفين، بصوا منظمه جدا 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 يعني مفيش نظام بعد كده اكيد. تمام حتى بصوا اهي، حتى دي برضو البوكس اللي هناك ده مكفاش، فانا بدأت ان انا احط في البوكس الصغير اللي هو الخانات بتاعته صغير. تمام. دي الفانلات اللي بنص كم بتاعة اللاطقم بتاعتها. طبعا دلوقتي هي بتلبس اللي بكم على البنطلون، فاللي بنص كم دي انا بلبسهالها على البنطلون، لما يجي الصيف بنيمهالها فيها. طبعا اللبس ده كله الفيديو بتاعه موجود على القناه في مشتريات البيبي سنه اولى مامي. مشتريات البيبي موجود برضو على القناه، او اول ما جبته لما كنت رايحه اولد، لما كنت حامل ورايحه اولد. الفيديو برضو موجود على القناه، روحوا شوفوه. تمام. وهنا بقى انا بدأت ان انا اطبق كده اللي هو البناطيل مع السلوبيت مع البلوزه اللي بكم، علشان خاطر زي طقم دفاية كده، علشان خاطر لما اجي البسها واقوم جايه واخده الطقم على بعضه وملبساهولها. وهنا نكون خلصنا. وزي ما انتوا شايفين ده الظرف اهي، لو عايزين نعمل لكم جوله في الدولاب قولولي. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد على الف خير، ومتنسوش اللايك الجميل. مع